إن الألم مش بس بيقويك، الألم كمان بيطهرك ويقربك من ربنا أكتر. كل تجربة بتمر علينا مش صدفة، دي رسالة للروح. أنا دينا عامر، ودي رسالة جديدة من رسائل الروح. في حياتنا كلنا عدينا بلحظات وجع يخليك تحس إنك خلاص هتتكسر، ليالي طويلة، دموع ملوش آخر، إحساس إنك فقدت نفسك وما بقاش عندك طاقة تكمل. لكن الغريب هنا إن بعد ما الوقت ده بيعدي بنكتشف إننا خرجنا من الأوقات دي بشكل مختلف، ويمكن الوجع لسه موجود بس بقينا أقوى وأهدى وأعمق. ربنا سبحانه وتعالى قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. تكرار الآية هنا مرتين مش صدفة، كأنها رسالة واضحة إن جوه الألم في بذرة أمل حتى لو إحنا مش شايفينه وقتها. علم النفس بيقول إن الصدمات ممكن تكون نقطة بداية لنمو جديد، وده اسمه النمو ما بعد الصدمة. يعني اللي بيحصل مش بيكسرك، بالعكس ده بيشكلك من جديد. يعني حتى وجعك له معنى وله أجر. مفيش دمعة راحت هدر، ومفيش قسوة مرت من غير ما تسيب حكمتها. الفلاسفة كمان شافوا إن الألم جزء من تكويننا. نيتشه قال: ما لا يقتلني يجعلني أقوى. لكن ديننا علمنا إن الألم مش بس بيقويك، الألم كمان بيطهرك ويقربك من ربنا أكتر. يمكن أنت دلوقتي عايش قسوة من نوع خاص، خيانة، فقد، حلم ضاع. اللي بتحسه دلوقتي طبيعي، بس صدقني القسوة دي مش لعنة، هي أداة ربنا بيستخدمها عشان يعلمنا الصبر ويفتح لينا أبواب ما كناش نعرفها. في النهاية القسوة مش نهاية الطريق، القسوة بداية روح جديدة أقوى وأهدى وأقرب لربنا.